السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم صينيه مكرونه بالبشاميل زي ما الكتاب بيقول بالظبط، على طريقتي الخاصه. اتمنى بجد انكم تجربوها لانها تحفه. نخش على المقادير ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، حطيتها على النار من غير اي مواد دهنيه خالص، وحط لها معلقه صغيره من البهارات المشكله، وبفضل اقلب في اللحمه لغايه لونها ما يتغير. اول ما لونها يتغير هنزل عليها بكمية البصل المفرومة ناعم جدا، وكمية البصل دي ترجع لك انتي، عايزاها كتيرة عايزاها قليلة براحتك. بعد كده هنزل بفلفل اخضر، وممكن تحطي فلفل احمر، وهضيف مشروم. واضافة المشروم دي بقى يعني دي الاضافة الخاصة بتاعتي، بس بصراحة بتدي طعم للحمة حلو جدا جدا. وكمان هحط لها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، بيدي ريحة وطعم حلو قوي، ومعلقة كبيرة من البهارات، ولو بتحبيها تكون سبايسي معلقة صغيرة من الشطة الناعمة، وتظبطي الملح بتاعك، وتغطي عليها على نار متوسطة، وتسيبيها لغاية ما اللحمة والخضار يتبلوا ويستووا معاكي كويس. استوت اللحمة، وتتأكدي ان المية اللي نزلت منها هي والخضار نشفت خالص، وبعد كده نطفي ونشوف هنعمل ايه. هحط مية على النار عشان اسلق المكرونة، وما بحط لهاش غير ملح بس. اول ما المية تبدأ تغلى هنزل بالمكرونة، والنص كيلو لحمة مفرومة بياخد كيس ونص من المكرونة. والمكرونة ما بتكونش جامدة قوي ولا مستوية قوي، بتكون معاكي متوسطة. بعد كده هنعمل البشاميل. بحط حوالي 3 معالق من السمنة. طبعا دي سمنة بلدي، عندك ماشي سمنة عادية، زيت، زبدة، اي مادة دهنية انت تحبيها. وهنزل ب4 معالق كبار من الدقيق. وبرضو من الاضافات الخاصة بتاعتي ان انا بضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم اثناء ما الدقيق بتحمص. بتدي ريحة للبشاميل وطعم بجد يعني ملهاش حل. وكمان بنزل بمعلقة صغيرة من البهارات المشكلة. لو ما عندكيش بهارات مشكلة بتحطي رشة من الفلفل الاسود، ورشة خفيفة قوي من جوز الطيب، برضو بيدوا طعم حلو قوي وريحة للبشاميل.
خلاص التوم ريحته طلعت، وكمان البهارات والدقيق ريحتهم بانت معايا قوي. بتبدأي تهدي النار خالص وتنزلي بالحليب. انا كنت حاطه 4 معالق كبار من الدقيق، بنزل عليهم ب5 كوبايات من الحليب. ممكن يكون حليب صافي، ممكن يكون نصهم حليب ونصهم ميه، نصهم حليب ونصهم شوربه، ده حاجه ترجع لك انتي. وانا عايزه البشاميل يكون معايا متوسط. قلبت الدقيق كويس قوي علشان اتاكد ان هو مكلكعش. بعد كده هنزل عليهم بجزء من الجبنه الموتزاريلا، برضو بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. يبقى انا كده البشاميل بتاعي حطله توم، حطله بهارات، حطله جبنه موتزاريلا. دي كلها حاجات بتخلي البشاميل بتاعك متكلف، وبجد يعني طعمه ملوش حل. البشاميل هياخد معاكي غلوتين 3، وبعد كده بتطفي عليه. كده خلاص البشاميل جاهز معايا، والمكرونة استوت معايا نص سوا زي ما قلنا. ودي اللحمة اللي عصجناها بالفلفل والبصل والمشروم والثوم، ريحتها حلوة جدا وطعمها تحفة بجد. وكمان معايا جزء من الجبنة الموتزاريلا. البشاميل بقى بناخد نصه نحطه على المكرونة، النص بالظبط، علشان البشاميل يكون كتير كده ويكون مغرق المكرونة. انا بصراحة بحب البشاميل يكون كتير قوي، سواء على المكرونة كده او سواء على وش الصينية من فوق. وتقلبي بقى كويس علشان تتأكدي ان كل حباية مكرونة اتغلفت كويس بالبشاميل. الصينية اللي هتدخل الفرن بدهنها بسمنة، علشان المكرونة تاخد برضو من تحت لون، ما تكونش معايا لونها ابيض من تحت. وطبعا الفرن بيكون جاهز وبتكوني مسخناه قبل ما تدخلي المكرونة. وانتي بتقسمي المكرونة حاولي على قد ما تقدري ان تكون معاكي بالنص، علشان الراق اللي تحت يكون قد الراق اللي فوق، ما يكونش راق اتخن من راق. برضو بتكون مش حلوة قوي معاكي لما تكون راق اتخن من راق. وتحطي اللحمة المعصجة وتفرديها كويس علشان تبقى واصلة لكل جزء في المكرونة. وننزل بالبشاميل، وبرضو خلي البشاميل كده يغطي كل جزء في المكرونة. وهحط على الوش جزء من الجبنة الموتزاريلا، بتدي لون حلو قوي للصينية. اول ما تحط الصينية في الفرن بتحطيها على الصاج، بعد كده بتلاقيها من الاطراف لونت، بترفعيها تحت الشواية. وخرجت معايا بالشكل الجميل ده، ريحتها جميلة وطعمها بجد يا جماعة والله تحفة. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها على طريقتي، باذن الله هتنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لو سمحتوا في اللايك، ونتقابل باذن الله في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.